دول اوروبا بتطلع تقول الدوله الاولى والدوله الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه على العالم، الجيش الكذا والجيش الكذا والجيش الاول والجيش الثاني والجيش الرابع، والكلام ده في العالم. وكل ده كلام كذب وكلام مهزله وملهوش اي اساس ولا ليه اي اعتبار عندي انا بالاخص كمان. ولكن كنتوا عايزين تعرفوا من هي اقوى جيوش الكرة الأرضية وأقوى جيوش الأرض وأقوى دولة على مستوى الكرة الأرضية وأقوى دولة في الأرض اتنشأت ولحد الآن هي دولة مستحيل هزيمتها ومستحيل إنها تقع. تعالوا اسمعوا من هي الدولة اللي واخدة الجايزة الأولى، ولكن مش من إحصائيات الجيوش، ولكن واخدة الجايزة الأولى من عند رب الجيوش، واخدة الجايزة الأولى من عند رب العباد. ليس كلامي ولا كلامكم، تعالوا بينا نسمع مع بعض من هي أقوى دولة في الكرة الأرضية. إلى اللقاء وتحياتي ليكم والسلام عليكم. تعالوا نسمع مع بعض، اتفضلوا. أعظم أمة وأكبر أمة عرفها التاريخ في الجبروت والبطش والقتل والتنكيل وهي أمة المغول. هذه الأمة المغولية التي اجتاحت المشرق كاملا، فاجتاحت الصين وجميع بلاد المشرق، واجتاحوا الدولة الخوارزمية، واجتاحوا روسيا حتى دخلوا موسكو وأحرقوها، وبلغت قواتهم إلى حدود برلين. أمة جبارة لم يعرف في التاريخ، لم يعرف التاريخ أمة في الجبروت وفي البطش وفي التنكيل مثل هذه الأمة الجبارة. هذه الأمة الجبارة التي أسسها جنكيز خان بقيادة هولاكو دخلوا بغداد في السنة 56 و600 الهجرة، فأسقطوا الخلافة الإسلامية، الخلافة العباسية التي لها أكثر من 5 قرون، وقتلوا في 40 يوما ما يقرب من 2,000,000 مسلم، حتى سال نهر دجرة تغير لونه إلى اللون الأحمر من كثرة دماء القتلى. ثم عبروا الجزيرة ما بين دجلة والفرات واجتاحوا الموصل، ثم دخلوا حلب ثم حماه، ولم يتبقى من بلاد الإسلام إلا مصر. لم يعلم المغول أنهم سيلتقون بأسود مصر. مصر القلعة الشامخة، قلعة الإسلام المنيعة التي وقفت سدا منيعا أمام كل غزاة غزت بلاد المسلمين. التقى المسلمون مع هؤلاء المغول في معركة عين جالوت في السنة 58 و600 الهجرة، وقد كانت هذه سمعة المغول قد بلغت مبلغا عظيما. وقع الرعب في العالم كله من هذه الأمة الجبارة التي اخترقت واجتاحت العالم كله أو أكثر العالم في سنين معدودة. كتب قائد المغول رسالة مرعبة إلى مصر يقول فيها: من ملك الملوك شرقا وغربا الخاقان الأعظم، في رسالة طويلة أنقل منها بعض. يقول في الرسالة: فنحن ما نرحم من بكى ولا نرفق بمن شكى. قد سمعتم أننا فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تؤويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم، فما من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال. في رسالة مرعبة من ملك المغول هولاكو. وصلت الرسالة إلى المظفر قطز أول أمير المماليك على مصر، وقد حصل من أمراء الدولة المملوكية حصل منهم تردد وخوف من هذه الأمة المغولية. فقام قطز بالأمراء خطيبا وقال: أنا ألقى التتر بنفسي إن لم تذهبوا معي. ثم قال: يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون أموال بيت المال وأنتم للغزاة كارهون. أنا متوجه، فمن اختار الجهاد فليصحبني، ومن لم يختر ذلك فليرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المسلمين. من للإسلام إن لم نكن نحن؟ نعم، من للإسلام إن لم يكونوا هم رحمهم الله. وقد عزم أن يجهز الجيش فينفذ بيت المال. فقام العز بن عبد السلام العالم الشافعي رحمه الله فقال: لا تأخذون من الناس شيئا حتى تستفرغوا خزائن الأمراء. هؤلاء الأمراء الذين أخذوا ينهبون
خزائن المسلمين وأموال المسلمين طيلة هذه المدة، قال لا يؤخذ من واحد من المسلمين شيء حتى تفرغ خزائن الأمراء، حتى أخذوا قلائد وذهب نساء الأمراء، فلما أخذوا الأمراء واحتاجوا من الناس أخذوا حتى يستوي الناس. جهز الجيش والتقى المسلمون في السنة 58 و600 للهجرة في عين جالوت في أرض فلسطين، في تلك المعركة التي لم يهزم المغول قبلها هزيمة مثل تلك الهزيمة، ومنح الله عز وجل المسلمين أكتاف المغول فجروا أذيال الخيبة، وأنقذ الله عز وجل بلاد المسلمين من هذه الأمة المغولية.